أهلا بيكم. في حلقة النهاردة هنكشف عن أسرار من أسرار التاريخ وحكايات وشخصيات التاريخ. شخصية النهاردة هو الإمبراطور الشهير نابليون بونابرت. نابليون بونابرت الإمبراطور الفرنسي الشهير، هل فعلا أشهر إسلامه وغفل المصريين ولا إيه الحكاية؟ الحقيقة إن نابليون بونابرت لما دخل مصر ووصل مصر سنة 1798 كان عارف كويس جدا إن المصريين كانوا حريصين قوي على ديانتهم الإسلامية ومعتقداتهم الإسلامية. كان هو كمان حريص قوي على معتقدات المصريين وقتها، وقبل ما ينشر قواته العسكرية في مصر طلب من ضباطه وجنوده إن هم يكونوا منفتحين ومتسامحين مع الشعب المصري. قال للشعب المصري إنه لازم نعيش معاه، هو شعب مسلم لقواته، بيكن تقدير كبير جدا تجاه أئمته كما تكنون أنتم الاحترام لرهبانكم. وأول ما وصل بونابرت اسكندرية طمن سكانها على طول اللي كانوا وقتها تحت حكم المماليك، وقال لهم: لقد أخبروكم بأنني أتيت لأدمر المغتصبين، كما أنني أحترم الله وأقدر الرسول عليه الصلاة والسلام والقرآن. بعد الفاصل أعزائي المشاهدين هنتعرف على هل نابليون بونابرت الإمبراطور الفرنسي الشهير هل فعلا أشهر إسلامه بعد كل الخطب دي اللي خطبها للشعب المصري وأهل اسكندرية واحترامه للديانة الإسلامية ومعتقدات المصريين وديانتهم وأئمتهم، ولا خدع المصريين؟ بعد الفاصل انتظروني. رجعنا لكم بعد الفاصل علشان نتكلم عن نابليون بونابرت الإمبراطور الفرنسي الشهير، هل فعلا خدع المصريين ولا أشهر إسلامه في مصر؟ أعزائي المشاهدين، العجيب أن كتير من المؤرخين وفقا للباحثين اللي كانوا في حقبة نابليون بونابرت قالوا أن الإمبراطور الفرنسي ده أبدى العديد من المواقف اللي أثبتت فعلا مدى تقديره للإسلام والمسلمين. حتى الكاتب مارك اللي هو كان كاتب في تقرير لوبوان الفرنسية، مجلة لوبوان الفرنسية، قال إنه المؤرخين أكدوا إن نابليون عبر خلال زيارة ليه للبارون الفرنسي غرونيو عن إعجابه بالإسلام جدا، وقال إيه؟ قال إنه على حب دين محمد، وده كان بيعتبر بمثابة اعتراف منه بما يكنه من احترام للإسلام رغم احترامه وحفاظه على المسيحية الكاثوليكية، وإنه والدته كمان كانت متدينة جدا. ظل محافظ على حضور القداس في منفاه في سانت هيليانا، وده وفقا لما جاء في كتاب نابليون على الأريكة للمؤرخ المختص في تاريخ بونابرت. الحقيقة كمان ديمتري كازالي واللي قال إن بونابرت قضى فترة كبيرة جدا من مراهقته في قراءة القرآن، وكتب رواية لما بلغ سن 20 مستوحاة من شخصية الرسول عليه الصلاة والسلام. حاجة كده كانت غريبة برضو خلينا نقول هو فعلا أشهر إسلامه ولا لأ. بعنوان الكتاب اللي كتبه بعنوان قناع النبي عليه الصلاة والسلام، تحدث فيها عن قدر رجل متدين يدعو للنهوض بالشعوب. الحقيقة أن المؤرخ ديمتري قال أن بعد إسقاط نابليون بونابرت للمماليك كان بيواظب جدا على ارتداء الزي أو الثوب الشرقي، خصوصا كانت خلال مشاركته في حفلة النيل الكبرى وخلال شهر أغسطس سنة 1798. بعد كده الأهالي لقبوه بالسلطان الكبير،
حتى مجلس الديوان منحه اسم علي بونابرت. مش بس كده، ده وصل كمان الموضوع انه كان بيصرح سنة 1799 بأنه بيتبع بالكامل تعاليم الدين الإسلامي، وإنه نطق بالشهادة أمام السكان المحليين. الحكاية ما خلصتش على كده، الحكاية كانت لسه مستمرة. ده ديمتري عنده شوية أسرار كبيرة. المؤرخ ديمتري كمان قال إن بونابرت في معركة أبيكير كان في أمس الحاجة لدعم السكان المحليين، وده لثقتهم وتدعيمه لمواجهة العثمانيين اللي هاجمت مصر خلال عودته لفرنسا. انتهج نفس الأسلوب للسيطرة على الحكم، وأدى مدى تعلقه بالمسيحية لكسب تأييد الكاثوليك، ووقع ميثاق مع البابا بيوس السابع سنة كام؟ سنة 1812. تم تنصيب بونابرت في كاتدرائية نوتردام بحضور البابا. الحقيقة المؤرخ ديمتري ده حيرنا معاه. ديمتري قال انه اكد انه لما اراد البابا طرد بونابرت من الكنيسة لم يتردد بونابرت ابدا في سجنه لمدة 5 أعوام. ده اكد لنا ان بونابرت كان بيؤمن بالسياسة اكتر من الدين، وبيعتبر الدين مجرد وسيلة للبقاء اكثر وقت في الحكم والضمان طاعة الشعب ليه. قال ديمتري المؤرخ ديمتري إن على الرغم من إن فرنسا كانت كاثوليكية، لكن بونابرت كان بيحلم بغزو الشرق والهند حتى لو كلفوا ده اعتناق أكتر من دين. لكن كان الأهم بقى يا جماعة بالنسبة للمحافظة على عرشه بعيدا عن كل أوجه التعصب دي للكاثوليكية، ألغى محاكم التفتيش في أسبانيا. وقال بونابرت الحقيقة قال إيه؟ قال في عام 1800 قال أنهيت حرب فندية، الحرب اللي هي الأهلية اللي حدثت في غرب فرنسا بين الجمهوريين والملكيين أثناء الثورة الفرنسية. بعد أن ادعيت أنني كاثوليكي وغزوت مصر بعد أن أظهرت إسلامي، وإذا حكمت الشعب اليهودي فسأعيد بناء هيكل سليمان. احنا اتحيرنا، بس هنيجي نشوف المؤرخين التانيين برضو قالوا ايه على موضوع اسلام في الامبراطور الفرنسي نابليون بونابرت. هل فعلا اسلم ولا لا؟ هنشوف المؤرخين التانيين قالوا ايه. الحقيقة في مذكرات نابليون بونابرت أكد كاتب المذكرات الدبلوماسي الفرنسي المعاصر ليه لويس أنطوان قال إيه؟ قال إن بونابرت ما تعلمش قرآن، وقال إنه أو إنه أدى صلاة إسلامية وما دافعش عن عقائد القرآن. وبتؤكد المذكرات للمعاصر لويس أنطوان إن ما دفع نابليون لحضور الاحتفالات الدينية في مصر كانت السياسة مش أكتر من كده، من باب بس الفضول، وجاء تسامحه الديني نتيجة طبيعة لروح الفلسفية، لكنه كان بيرى إن الأديان عمل الرجال، واستمع لشيوخ مسلمين بشأن موضوع اعتناق الإسلام فقط للتسلية مش أكتر من تسلية. اعتبر كاتب المذكرات ان ده كله كان ضروري لنجاحه ولسلامة جيشه والمجده. أعزائي المشاهدين، بكده نكون عرفنا ان كان في شوية تخبط ما بين المؤرخين اللي عصروا لفترة نابليون بونابرت، ما بين اللي بيقول لك كان بيحب الإسلام وأدى صلوات ولبس أزياء شرقية، وكان يعني كتب مذكرات عن كتاب عن اقتدى بشخصية رسول الله عليه الصلاة والسلام، خطب للمصريين خطاب ديني متمكن. فكرني بأوباما لما جه جامعة القاهرة في بداية توليه مصر، في بداية توليه أمريكا، وجه هنا جامعة القاهرة وخطب خطاب ديني كبير جدا علشان يجذب بيه الشرق كله. والمؤرخ الأخير المعاصر لنابليون اللي هو الحقيقة
قال لك انه ما اعتنقش الاسلام، ما كانش بيقرا قران، ما كانش بيصلي، لكن كان بيحترم الاديان علشان يحافظ على جيشه. واعزائي المشاهدين كده نكون وصلنا لنهايه حلقتنا. بشكركم واشوفكم في حلقه جديده.